بلاقي بقى سلفتي دي لما تيجي مثلا هي ما تعملش حاجة وتبقى قاعدة قدامي وتحط رجل على رجل كده وتقوم فرساني وتكيد فيا اني انا طبعا الخدامة وهي ست الستات وست الكل هنا. اسكت واحط في بقي جزمة واستحمل واعدي لحد ما تعبت وخلاص ما بقتش قادرة استحمل. ساعتها قلت لجوزي انا تعبانة ومش قادرة. قالي هو انت في ايه اللي انت بتعمليه زيادة؟ كل الناس بيعملوا ده، في ستات بيبقوا شغالين وحوامل وعندهم اطفال وكمان بيخدموا حمواتهم. ايه بقى اللي انت بتعمليه؟ ما انت قاعدة في البيت مرتاحة، ساعة ولا ساعتين هتخدمي فيهم امي تحت هما اللي هيأثروا عليكي. انا ما قلتش حاجة، انا مستعدة اخدمها بعناية الاتنين، بس على الاقل الاقي منها معاملة كويسة، معاملة تحسسني فيها ان انا على الاقل مرات ابنها او زي بنتها، مش تحسسني فيها ان انا خدامة. خدامة ايه وكلام فاضي ايه؟ انتي اللي فاكرة الكلام ده، مفيش اي حاجة من دي اصلا. انا بجد تعبت من المعاملة دي. بقولك ايه، اقفلي على الكلام ده، انا مش عايزة اسمع منك اي حاجة من الكلام ده، تمام؟ عديت وفضلت أعدي برضه كالعادة. المهم جه حصل عندنا حالة وفاة، ولما حصل عندنا حالة الوفاة دي كلهم كانوا يعتبر في العزا، وانا كنت لوحدي في الشقة. كنت بظبط كام حاجة كده وكنت ناوية عشان انزل عشان خاطر ايه، انزل العزا وكده. جيت انزل طبعا لقيت سيلفي خبط عليا وبيقولي انت لسه ما جهزتيش. انا كنت بجهز اهو. طب خشي جهزي. طبعا دخلت اجهز، ولما خرجت لقيت في الوقت ده خالة جوزي جت. ايه ده؟ وطبعا لقيتها بتقولي اقذر كلام. ايه ده؟ ولما لقيت بقى سيلفي عندي في البيت. انت بتعمل ايه عندها؟ ايوه انا كنت شاكه فيها، دي شكلها واحده كده من البنات اياهم. ده اخو جوزك. ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ احترمي نفسك. بصي بقى يا حلو، انتي لو فكرتي انك انتي ما تسمعيش كلامنا هفضحك. تفضحي ايه؟ ايه الكلام التافه ده؟ بصي انا بايدي افضحك دلوقتي واطلعك بمصيبة